كان يراوغ لدرجة أن الفيفا فكرت في وضع قانون خاص فقط للحد منه، وأصبح الساحر المنسي في كرة القدم الجزائرية ياسين براهيمي كان مزيجا بين بن عرفة وإنيستا لكن بنسخة جزائرية. ومع ذلك اليوم قل من يذكره أحد. بدأ مسيرته في فرنسا مع ريم، ثم لعب مع كليرمون، لكن انفجاره الحقيقي كان في غرناطة بإسبانيا. هناك جعل برشلونة يرقص وجعل أوروبا كلها تتحدث عنه. وفي 2014 وقع مع بورتو، وهناك أصبح ظاهرة. في بورتو كان يذل الدفاعات كل أسبوع، صار واحدا من أفضل المراوغين في العالم في الأرقام وفي المستوى داخل الملعب. وفي دوري أبطال أوروبا قدم دروسا كروية. وفي 2014 توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي في أوروبا. كانت تلك قمة مسيرته. لكن إبراهيمي هو تناقض الأبدي، عبقري في المراوغة لكن أحيانا أناني، تقني بشكل خارق لكن ليس دائما حاسما. ومع الوقت في بورتو بدأت الانتقادات ليس جماعيا بما يكفي. ثم في 2019 اتخذ قراره الصادم بعمر 29 عاما فقط. غادر أوروبا إلى نادي الريان في قطر، رغم أنه كان قادرا على لعب دوري الأبطال مع الكبار، لكنه اختار الهدوء والاختفاء عن الأضواء.